إنه كده معرفش. هو ممكن فاكرة له مو طيب بيز على الله غالب. ما في العشرة. شكل كده الحكاية كبرت ومش هنعرف نوقفها. الخناقة اللي بدأت ما بين حسن شاكوش وشذا. الحكاية بدأت في لقاء حسن شاكوش في برنامج شيخ العرافة مع بسمة وهبة، لما عرضت بسمة وهبة عليه فيديو لشذا وهي بتقول عليه انه هو مستفز وبيقول اي كلام، فرد هو: هي مين دي؟ هي دي مغنية؟ هي دي بتغني اصلا؟ انتي فاكراها؟ طب انتي حافظة لها اي اغنية؟ فقامت بسمة سألته، قالت له: هو انت مش عارفها؟ قام حلف لها وقال لها: هي ليه شكلها عامل كده؟ هو انتي حافظة لها اغاني؟ واتكلم ان هما في البرنامج جايبينه علشان هو حسن شاكوش اللي اغانيه مكسرة الدنيا واللي كل الناس عارفينها، بينما شذا مفيش حد فاكر لها اي اغنية من وجهة نظره. واتكلم ان هو بيحب يتكلم على طبيعته، علشان كده ما بيحضرش قبل اي مقابلة، وانه مش بيحب يبقى فيك، لانه لو حضر زي ما الاستاذة شذا بتقول هيبقى فيك. وده كان رده. اما رد بقى شذا فكان عامل زي الدش الساقع في عز الشتاء، لانها نشرت بوست وقالت فيه: طب انت مستفز يا شكشك، بدل كلمة مستفز بتعصبك. ودكتورة بسمة وهبة علشان هي ست شيك قالت لك شذا فنانة وزميلة علشان تكبر بخاطرك، بس الحقيقة انت ولا فنان ولا زميل بالنسبة لي خالص. انت مؤدي وبالنسبة لي صوتك مزعج، انما فنان وزميل دي انا اعترض عليها بشدة. دي الحقيقة، بس علشان دكتورة بسمة مؤدبة وانت ضيفها ما قالتش الحقيقة، واصلا ما ينفعش تسأل مين دي علشان لازم تكون عارفني. بيني وبينك اريح لو ما تعرفنيش وتعمل الشويتين بتوع عارف اسمها بس مش عارف اغانيها، ومال شكلها اتغير كده ليه، وجو التلات ورقات ده. لان الرد موجود، ما انا لو محدش فاكرني ولا عارفني مش هيجيبولك كلامي ويعرضولك يا جاهل. واصلا اسماء الاغاني اللي انت اتكلمت عليها دي تتكتب على التكاتك، ما تعملش فيها بيتهوفن والنبي. ومش معنى ان في هيصة الفترة دي على اللون ده ان انت واللي زيك صناع المزيكا في مصر، ابدا والله. انتوا فاضحيننا في العالم كله برضاءة المزيكا اللي انتوا بتقدموها. وعموما وعمليا ردك ملوش دعوة خالص بالسؤال، ولا فهمت منك حاجة. مش عيب انك تحضر قبل الحلقة عفوية وعلى طبيعتك دي لما تكون قاعد على مصطبة، او واثق في ردودك الذكية المنطقية اللي هي مش موجودة اصلا. فابقى حضر بعد اذنك علشان بتدوخ المذيعين معاك. ملحوظة: الجاكيت اللي انت لابسه ده حريمي يا فنان. ده كان رد شذا عليه ومستنيه. وشكلها الحرب الكلامية بدأت ما بين شاكوش وشذا. انت من وجهة نظرك تفتكر مين فيهم الغلطان؟